السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أصحابي متابعيني، ازيكم؟ وحشتوني وحشتوني بجد. معلش بقى، كان في امتحانات وكان في ظروف وكده. ربنا يا رب ينجح أولادنا جميعا، يا رب يوفقهم. وما ننساش دعوة لإخواننا الفلسطينيين. يا رب ينصرهم نصرا يتعجب له أهل السماء والأرض يا رب العالمين، ويرحم شهداءهم ويجعلهم من أهل الجنة يا رب العالمين. دلوقتي هنعمل مع بعض كيكة باليوسفندي، سموها اليوسفندي السفندي زي ما تحبوا. هنعملها مع بعض دلوقتي ان شاء الله. بوريكم انا قسمت السفندي ازاي. غسلته الاول كويس تحت الميه، وبعدين بشيل البذر منه. طب قال لا، انت بتشيل البذر منه ليه يا هبه طالما انت هتعمليه بالطريقه اللي هوريها لكم دلوقتي؟ انا عملت كيكه بالسفندي. غسلت السفندي كده وقسمته بالطريقه دي وشلت البذر منه، واحطه في الخلاط دلوقتي معاكم واوريكم انا هعمل فيه ايه. كأنك بتعملي عصير يوسفندي بالظبط. مش هنصعب الحاجة علينا ولا هنعمل اي حاجة. احنا هنسهل كل حاجة ان شاء الله، هنسهلها علينا لكل اي حد بنوتة بتدخل المطبخ مبتدئة كده تتعلم بسرعة ان شاء الله. ما تصعبش اي حاجة عليها، تسهل كل حاجة ان شاء الله عليها. دلوقتي احنا مسخنين الفرن، علشان لازم احنا طالما هنبدأ في عمايل الكيكة لازم نسخن الفرن، ولع الفرن يسخن على اعلى درجة. تمام كده، انا جبت الخلاط بتاعي. انا الاول بحب اشكر كل متابعيني حبايبي اصحابي وكل جديد دخل قناتي، وبتشرف بيكم. ويا رب اكون عنده حسن ظنكم. دلوقتي انا حطيت كوبايتين ميه، بكوبايه الشاي كده، على اليوسفندي في الخلاط وضربته اهون معاكم. هصفيه بقى دلوقتي بالمصفى علشان القشر، وما تخافوش مش يبقى فيه مرارة ولا فيه اي حاجة. ده بجد ده بيعزز الطعم اكتر وبيضيع اي حاجة فيها. دولا بمقدار كوبايتين كده انا حطيتهم عشان اسهل على نفسي واسهل على كل المتابعين ان شاء الله. انا بحب اعمل حاجتي سهلة وما بحبش استغل مواعين كتيرة. ده معلقة ملح، مش معلقة يعني، يعتبر على ربع طرطوف المعلقة. ده معلقة صغنونة خالص من اللي هي بتاعة الايس كريم. دي فانيليا. وحط البيض دلوقتي. ده السكر، بحط كوبايه كبيره من السكر مش مطحون. ده مقدار كوبايه ونص سكر، عشان السفندي بيبقى مزز شويه، غير السفندي غير البرتقال. تمام كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وفي ملأ آله يوم الدين. دي كوبايه سمنه على زيت. انا حبيت ان انا اخلطها سمنه على زيت، كوبايه كبيره. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نجيب، احنا ضربناه بقى في الخلاط، ضربنا البطين اتنين، حبيتين اتنين من البيض علشان اللي ما شافش، حبيتين اتنين من البيض، و كوباية سكر كبيرة وكوباية سمنة على زيت، عشان انا بعمل مقدار كبير. بعمل القالب الكبير مش بعمل صينية صغيرة. دلوقتي كوباية دقيق، ودي كوباية تاني كوباية والبيكنج باودر. هي بالظبط خدت معايا 3 كوبايات دقيق، علشان انا عاملة مقدار كبير. تمام. هتقولي عاملاها ببطين اتنين بس يا هبه؟ ايوه اقتصاديه بقى. واقلب اقلب كويس بالاسبونشة علشان بالمعلقه السيليكون كده اقلب كويس واجيب من تحت لفوق، علشان الدقيق ساعات بيبقى لازق في ارضيه الطبق. حتى لو انت حاطه السوايل تحت برضك زي ما انتوا شايفين كده، بلاقيه يطلع دقيق من تحت، واقوم معايا طول ما بقى انا بحط كده واتكه بالمعلقه تحت اطلع دقيق لازق في ارضيه الطبق، علشان اضيعها ومخليهوش يكلكع معايا. ومش هبالغ قوي في الهفك في الخفق بتاعها. تمام. في التقليب مش هبالغ شويه برضو. انا بحاول ان انا اضيع الكتل والدقيق اللي موجود قدامي. انا حطيت دلوقتي كيس كيك شيف، وحطيت ملح، وحطيت معلقه خل. وانا عامله قبل كده صوص البرتقال معاكم او صوص اليوسفندي معاكم، وهعمله تاني في الفيديو هنا
وهقول لكم المقادير بالظبط عشان يطلع خفيف وبنفس الدرجه اللي انا مطلعاها. كان بجد حبيته وطالع درجته جميله جدا. سمكه كان معقول، لا كان سميك ولا كان خفيف، كان في المعقول. حتى لما باتت بقى طعمه جميل جدا. دلوقتي انا دهنه الصينيه بتاعتي، دهناها سمنه، عاوزه زي ما تحبي تدهنيها زيت ادهنيها براحتك. تمام. انا بنتي بقت تقوم تعمل الكيكه دي من سهوليتها، وان مش هتستخدم مواعين كتيره وكل حاجه جاهزه. بقيت اجهز لها ناس سفندي وجهز لها البرتقال واعصره لها كده في العصاره اللي زي دي، وهي تاخد وتكمل. انا عصرت برتقانه اهون على يوسفندي بردك، ورحت جايبه كيس كريم كراميل من اللي هو بالبرتقال، بطعم البرتقال، نكهه البرتقال، على معلقتين من النشا، تمام، على معلقه سكر كبيره، وحطيت عليها عصير البرتقال، ما زودتش نقطه ميه، عملت عصير البرتقال اللي انا عصراه بالظبط. تمام. وقلبت على البارد، وبعدين هرفعه على النار وهيبقى بالسمك ده. احنا كده بنعمل على ما نطلع الكيكه بتاعتنا. اوبا، كيكه اتحمشت يا هبه، ما تهمكوش ما يهمكوش، هتبقى طعمها جميل. احنا مسيطرين ان شاء الله. اقوم مزوده الصوص حتى وهي سخنه يا هبه. ايوه وهي سخنه، ما فيش صبر يا جماعه، ما فيش صبر في الحاجات الحلوه اللي زي دي. وما شاء الله بألف هنا للي كان له نصيب في كل حته فيها. حبايبي اصحابي ومتابعيني، واللي وصل لغايه كده معايا يحط اللايك، وما تنسوش الاشتراك في القناه، وما تنسوش اللايك عشان يوصلكوا كل الاشعارات وتفعيل التنبيهات وكل الاشعارات الجديده ان شاء الله. وشايفين مفروله من كتر جمالها، والحته اللي هي فوق دي مش ممرره ولا حاجه، طعمها جميل جدا. هي باينه في التصوير بس ان هي محموشه قوي كده، لكن هي حمراء الدرجه الاحمرار. هي شوفوا لما الكاميرا بتبان اكتر، بتقرب منها اكتر، حمرا بس كده زي اللي متحمصه كده، لكن هي كان طعمها لذيذ جدا. وبألف هنا اللي كان له نصيب فيها. سلام عليكم.